فيديو النهاردة لكل أم ولكل أب كان عندهم ابن أو بنت في الثانوية العامة. عايز أقول لحضرتك بهدوء إن النتيجة ظهرت واللي حصل حصل خلاص. لو ابنك أو بنتك جاب مجموع حلو أو وحش، خده في حضنك وطبطب عليه وقول له ألف مبروك، واوعى تعاقبه واوعى تفرض عليه أي عقوبات، واوعى تكسره أو تقسو عليه وتحطمه وهو لسه في بداية حياته، لأن باختصار عقابك ليه مش هيصلح حاجة، واللي حصل حصل خلاص. وعايز أقول لحضرتك إن النجاح في الثانوية العامة مش مقياس النجاح في الدنيا، دي مجرد خطوة من مجموعة خطوات صغيرة لسه جاية إن شاء الله في المستقبل. ولازم حضرتك تبقى عارف إن ابنك في يوم من الأيام بإذن الله ممكن يبقى حاجة كبيرة، ولكن لازم تبقى داعم وواقف سند في ظهره. أنا عارف إنكم تعبتم وعملتم اللي تقدروا عليه واللي ما تقدروش عليه، لكن نجاح ابنك أو بنتك في الدنيا مش بالمجموع، نجاحه بالوصول لحلمه اللي عايز يحققه، وإنه يبقى ليه شأن كبير في المجتمع يرضي بيه ربه ثم أبوه وأمه ثم المجتمع اللي عايش فيه. وعايز أقول لحضرتك كمان إن في ناس فشلوا دراسيا لكن كانت الحياة معاهم كويسة جدا، زي أينشتاين وأديسون ومارك مؤسس الفيسبوك اللي أصبحوا أثرياء فيما بعد. فعايز أقول لحضرتك إن ابنك أو بنتك ما ينفعش تقسو عليه بالكلام أو تجرحه أو تيجي عليه في أي وقت من الأوقات، لأن هو طالما عمل اللي عليه وبذل أقصى مجهود ليه في السنة الدراسية فخلاص ادعي له ربنا يهدينا ويصلح حالنا وحال بناتنا ويوفقنا جميعا إلى كل خير. ويا ريت نعرف الناس الكلام ده كله خصوصا في السنوات اللي جاية، بحيث نتعامل بيه ونخرج للمجتمع أجيال هادفة ونافعة تنفع المجتمع بتاعها وتبقى بعيدة عن الهلس والحاجات اللي موجودة الأيام دي.